أهلا بكم. نشرة إنذارية من المستوى الأحمر تتوقع فيها مديرية الأرصاد تساقطات مطرية قوية ورعدية، وتتراوح كمياتها بين 110 ملم و 130 ملم في 24 ساعة اليوم، ابتداء من الساعة 6 مساء وإلى غاية يوم الجمعة للساعة 6 مساء. وستهم طنجة، أصيلة، الفحص أنجرة، المضيق، الفنيدق، شفشاون، العرائش، أسفي، والمرتفعات التابعة للحسيمة، تارودانت والحوز. وينتظر أيضا بعد زوال اليوم نزول أمطار وزخات بالسواحل الوسطى، كذلك بسوس وبالسواحل الشمالية بالغرب، باللوكوس وطنجة وبالريف الغربي، وأمطار ضعيفة متوقعة بالواجهة المتوسطية وبشمال منطقة الشرق وبالسايس. وخلال الليل زخات رعدية قوية منتظرة بطنجة، اللوكوس، كذلك بالريف، بسوس وبالسواحل بين الصويرة ومدينة أكادير. أمطار ستكون بكميات معتدلة بها السهول الواقعة شمال مدينة أسفي، كذلك بهضاب الفوسفات والماس بالأطلس المتوسط، وأمطار ضعيفة مرتقبة بالسواحل بين طنطان وتيزنيت. غدا صباحا زخات رعدية محليا ستكون قوية مع إمكانية نزول أيضا ما يعرف بالتبروري بسوس بالريف، كذلك بطنجة واللوكوس. وأمطار وزخات ستكون بكميات معتدلة ستهم السواحل والسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، كذلك السايس والأطلس المتوسط، وتساقطات ثلجية محتملة بقمم الأطلس الكبير. بالنسبة لدرجات الحرارة فستصل بعد زوال اليوم إلى 8 درجات بفران، 11 متوقع بوجدة، 16 بالرشيدية، 18 بورزازات، و28 درجة منتظرة بمدينة السمارة. غدا خلال الصباح ستسجل 7 درجات بكل من إفران والرشيدية، 11 بوجدة، و16 درجة متوقعة بمدينة الدار البيضاء. يوم الجمعة ستهب رياح جد قوية بالسهول الأطلسية الشمالية والوسطى، أيضا بالجنوب الشرقي بالريف وبالأطلس وبمنطقة الشرق، وستنزل زخات رعدية ستكون هامة بطنجة، اللوكوس، أيضا بالريف وبالسهول بين جديدة ومدينة أكادير. يوم السبت سيكون الطقس ماطر بالسهول الواقعة شمال مدينة أكادير، كذلك بالريف، بالأطلس وبمنطقة الشرق، وبعد التساقطات الثلجية مرتقبة بقمم الأطلس بالريف وجنوب منطقة الشرق. نتعرف الآن على مواقيت طلوع وغروب الشمس ثم طلوع وأفق القمر بمدينة الدار البيضاء. وفي نشرة أخرى من المستوى البرتقالي هذه المرة تتراوح التساقطات المطرية بين 50 و 70 ملم اليوم من منتصف النهار إلى غاية منتصف نهار يوم الجمعة المقبل بأكادير، إداوتنان، بإنزكان، أيت ملول، شتوكة، أيت باها، بالصويرة، شيشاوة، بسيدي بن نور، جديدة، برشيد، نواصر، بالدار البيضاء، مديونة المحمدية، كذلك ببن سليمان، الصخيرات، تمارة، بالرباط، سلا، الخميسات، القنيطرة، بسيدي قاسم، سيدي سليمان، وزان وتونات. ورياح قوية أيضا حسب نشرة أخرى من المستوى الأحمر تتراوح سرعتها بين 100 و 120 كم في الساعة بكل من الصويرة، شيشاوة، الحوز، أيضا بأزيلال، ورزازات، تنغير، ميدلت، بالراشدية وفيقيك. بهذه نشرة الطقس دمتم في حفظ الله ورعايته.